قبل الفيديو ده كنت بستغرب الناس ازاي بتاكل لحمة بالعسل، لحد بقى ما جربته وغيرت رأيي وفكرتي تماما عن الموضوع ده. المطعم اللي احنا هنجربه ده بيعمل لحمة بريسكت كده مدخنة بطعم وتتبيلة مختلفة تماما عن اي لحمة انت ممكن تاكلها. النهاردة احنا في المحلة وهنجرب مطعم كاوبويز موجود بين المشحمة وابو علي بعد شركة النصر وجنب مضارب الرز، وهو مطعم كافيه في نفس الوقت. هنبتدي بأول حاجة بقى بسموكد سنجل ميل، وبتبقى عبارة عن 3 شرايح لحمة مدخنة و3 صوابع سجق وعيش وصوص باربيكيو وعسل وخيار مخلل. طعم صوص الباربيكيو عندهم جامد قوي، انما اللي عجبني بقى وما كانش عاجبني خالص هو انك تحط عسل على اللحمة وتطلع طعمها جامد قوي. طعم التدخينة كده مع طعم العسل بيديك تيستي مختلف تماما عن اي حاجة انت جربتها قبل كده. تجربة مختلفة وجديدة بالنسبة لي وعجبتني قوي. اما بقى السجق كان طعم التدخين فيه جامد قوي، والسجق نفسه كان طري كده واخد التدخين بتاع اللحمة، فكان طعمه في حتة تانية خالص. خصوصا بقى لو حطيت عليه كمان شوية صوص باربيكيو كده هيبقى طعمه جامد قوي. والوجبة دي سعرها 290 جنيه. نخش بقى على الساندوتش البريسكت الجامد قوي ده. والساندوتش ده بقى بيبقى عبارة عن شرايح لحمة مدخنة وعليها صوص باربيكيو بينزل معاه خيار مخلل. العيش عندهم كان طعمه كويس قوي، والساندوتش ده كويس جدا بالنسبة للوجبة لان سعره 95 جنيه. يعني انت ممكن تجرب اللحمة دي ب 95 جنيه بدل ما تجيب الوجبة كلها على بعضها. نخش بقى على طاجن السموكد ميكس باستا، وبيبقى عبارة بقى عن طاجن مكرونة وايت صوص وعليه من فوق جبنة كده كتير قوي، ومحشي بقى من جوه لحمة بريسكت وسجق وفراخ. والطاجن ده سعره 95 جنيه، ومن احسن الحاجات اللي احنا جربناها عندهم. الميكس كله على بعضه مع صوص الجبنة اللي فوق ده طعمه كان جامد قوي. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا. نسيت اقول حاجة، هو مطعم وكافيه في نفس الوقت، فلازم بقى تحبس بشاي او بقهوة. يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.